منظومة في الرد على الرجبيين من الأحباش والصوفيين والتبليغيين. أداء السنكري. وعدة الشهور عند الله 12 قد قاله إلهي، و4 من الشهور أحرم، لذلك القتال فيها يحرم. فهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم الرجب والعد اكتمل. فالأوليات وردت بالسرد، ورجبا قد لقبوا بالفرد. هذا ومن أولئك الضلال من فضلوا رجب بالأعمال، بالذبح والصلاة والصيام وكثرة الأذكار والإطعام، من غير ما نص من القرآن وسنة الرسول. يا إخواني تفضيلهم رجب بالعبادة، فمحض بدعة من الإرادة. إن الذي قد فعلوا من البدع في رجب نظمته فليستمع، منها الصلاة خص بالرغائب في أول الرجب كن بالعائب. قال النواوي بدعة قبيحة فلم ترد في السنة الصحيحة، إن الصيام كاملا أو ناقصا من أجله فبدعة لو خالصا. وعمر الفاروق كان يضرب الصائمين فيه كي يجتنبوا، ومثله الزيارة الرجبية سيرا إلى المدينة النبوية. وليلة 27 احتفلوا لشر منشدين مدائح النبي والقصائدا، واتخذوا للرقص المساجدا، واعتقدوها ليلة الإسراء وليلة المعراج للسماء. والذبح في رجب قصد الفضل يعد من سمات أهل الجهل، واستندوا الأحاديث الموضوعة على النبي وكلها مصنوعة. صنعها إبليس والرواة جنوده الخونة الطغاة. تنبهي أيتها الصوفية لا سيما في البلدة السلطية، فكل ما رويتم مكذوب على رسول الله فلتتوبوا. هاتوا لنا آية من الكتاب أو أثر النبي والأصحاب، أو الإمام الشافعي الرباني، أو مالك أو أحمد الشيباني، أو الإمام الأعظم النعماني أبي حنيفة أولي الإحسان. في أي شهر ليلة الإسراء؟ وهل لكم نص سوى الآراء؟ ولم يرد في يومها وعشرها نص من الأثر بل وشهرها. ولو فرضنا أنها محققة فالاحتفال أي نص صدقا. ولو فرضنا أنها محققة فالاحتفال أي نص صدقا. والأصل في العبادة التوقيف، ويحرم النقصان والتضعيف، ومثلك الأحباش والتبليغ، وقد أتاكم ردنا البليغ. تاريخ الكتابة اليوم 10 من شهر رجب من عام 1446 من الهجرة ليلة السبت.